الأخ مصطفى حجازي تقدم باقتراح. مصطفى حجازي ده هو المستشار السياسي لرئيس الجمهورية. تقدم باقتراح يعمل حاجة اسمها المفوضية الشبابية. طبعا المفوضية الشبابية دي حاجة جميلة جدا، يعني عنوان حلو قوي. طيب ما هو داخل هذا العنوان؟ داخل هذا العنوان شوية حاجات تقراها تلاقيها كويسة قوي، مفيش فيها مشكلة. المهم بقى تذكر كتاب بروتوكولات حكماء صهيون على طول. ماذا يقول كتاب بروتوكولات حكماء صهيون؟ يقول لك الديمقراطية هي أقصر الطرق للحكم الرشيد. دي الجزء الأول. بقيته بقى بقول إيه؟ بروتوكول برضه يقول لك ومن خلال الديمقراطية نستطيع أن نفسد الشعوب بالشعوب، ونستطيع أن نوجد فتن ومش عارف إيه، ونقسم الشعب إلى أحزاب وإلى بتاع وإلى كلام من ده. ماشي، يبقى كده هو بيهدف إيه من وراء الديمقراطية. الدكتور مصطفى حجازي قدم مشروع المفوضية الشبابية بنفس الفكر والفلسفة، على وتيرة بروتوكول من بروتوكولات حكماء صهيون. الأستاذ مصطفى حجازي ربنا يديله الصحة، راجل بطل الحقيقة، من أبطال 6 إبريل. عايز يعمل المفوضية الشبابية ويلم فيها بقايا 6 إبريل كلهم، وبالمرة يخلي بقى الحكومة بقى هي اللي عامله والرئاسة، فتحت إشراف الرئيس طبعا. يقوم ياخد كمان شباب هو ما يعرفهمش، ويبتدي يعمل مجموعة من الشباب خليط ما بين 6 إبريل وما بين شباب من 6 إبريل، وبدل ما 6 إبريل بتموت هو يخليها مفرخة تفرخ من خلال المفوضية الشباب. طبعا كل ده فكر احنا عارفينه فاهمينه، عارفينه. الكلام اللي اتكلم عليه الأستاذ أحمد الطاري حول مراكز الأبحاث الأمريكية وبتخرج تصورات وكلام من ده، فطبعا هو على علاقة بمراكز أبحاث، ومراكز الأبحاث دي طبعا هو راجل من رجالة فريدم هاوس. مصطفى حجازي أحد أهم رجال فريدم هاوس، من الرجال الجامدين يعني، اللي هو بيت الحرية الأمريكي، وأحد أهم رجال جمعية التغيير القطرية. ده راجل جامد قوي قوي، من أهم عناصر الطابور الخامس في مصر الحقيقة. فتخيل بقى إن سيادة الرئيس عدلي منصور رئيس المؤقت يوافق له على حاجة زي كده، تبقى مصر راحت في نصيبة سود. يبقى احنا بنحارب 6 إبريل، مصطفى حجازي قال ماشي حاربوا براحتكم بالجزم، كل اللي بيحاربوا 6 إبريل. أنا هأعيد بناء 6 إبريل بمسمى تاني اسمه المفوضية الإيه؟ الشبابية.